بلاغ لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي: يا ريس بنترجاك يا ريس بإيقاف كل أغاني المهرجانات. بالرجاء يا ريس إيقاف كل مطربين أغاني المهرجانات وإسلام كابونجا بالذات يا ريس. لازم الناس دي يتقبض عليها، لازم الناس دي يتقبض عليها يا ريس. دول دمروا مجتمع بحاله، دمروا أجيال، خلوا أجيال كلها اتدمرت زي ما انت شايف يا ريس. لازم نقضي على ظاهرة المهرجانات. كل اغاني اسلام كابونجا بتدل على البلطجة وبتخلي الشباب ان هو يروح في سكة البلطجة. يا ريس يا ريس احنا بنطالبك كأخ لينا ان انت تقضي على ظاهرة المهرجانات وكل مطربين المهرجانات والقبض على اسلام كابونجا. ده مطلب شعبي مطلوب منك يا ريس، وانت حبيب الشعب واللي طالعة بتفتخر ان هي قلعت الحجاب. وده مش مقبول في مجتمعنا، مش مقبول ابدا في مجتمعنا الاسلامي والديني والاخلاقي ان انت تطلعي تقلعي الحجاب وتقول انا مش قادره ان انا اعمل كده. وفي ناس بتتمنى ان هي تلبس الحجاب، وده مش مقبول في مجتمعنا. عايزه تقلعي او ما تقلعيش دي حاجه تخصك، احنا بشر مش هنحاسب بعض، في ربنا اللي بيحاسب. بس مش كل حاجه تحصل في حياتنا نصورها ونطلع نقولها، مش كل حاجه ربنا ساترنا نطلع نقولها، مش كل حاجه تحصل في حياتنا نطلع ونقولها. انا بطالب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء كل أغاني المهرجانات والقبض على أي حد بيقدم مهرجانات، ومنهم إسلام كابونجا اللي كل كلماته بتدل على البلطجة والفسق والفجور. وبنتمنى طبعا ان يكون في قيم وعادات للدين الاسلامي. انت مش طالعه تتباهي ان انت قلعت الحجاب، وده مش مقبول ابدا، مش مقبول ابدا في مجتمعنا. وشكرا.